حبيبتي تميمي، يوم 14 فبراير عيد الحب العالمي أو الفالنتاين. تعال أحكي لكم يعني إيه عيد الحب العالمي أو الفالنتاين. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس واعملوا شير ولايك، وخليكم معايا على آخر الفيديو علشان تسمعوا أحلى كلام من الزوجين، علشان يعيشوا في سعادة وحب على طول. وعيد الحب أو عيد الفالنتاين هو يوم 14/2، والحكاية إن كان في كاهن زمان في روما في القرن الثالث الميلادي اسمه فالنتاين، وكان مسيحي والبلد بيحكمها رومان، والديانة الموجودة وقتها هي الديانة الوثنية، والديانة المسيحية كانت ممنوعة في الوقت ده، وكان سر الزواج للمسيحيين ممنوع، وكان في جنود مسيحيين في الحرب وكانوا عايزين يتجوزوا من البنات اللي بيحبوها، والإمبراطور الروماني منع جواز أي جندي علشان يكون متفرغ للحرب ومفيش حاجة تكون شغلاه. والكاهن فالنتاين جه من ورا الإمبراطور وجوزهم لبعض. ولما عرف الإمبراطور إن الكاهن فالنتاين هو اللي جوز الجنود من وراه، حكم على الكاهن فالنتاين بالإعدام وقطع راسه، وكان يوم 14 فبراير. ومن الوقت ده اعتبروا اليوم ده عبارة عن يوم الحب أو يوم الفالنتاين. ومن اليوم ده كمان كان الناس بتحتفل بعيد الحب في كل العالم، وكل اتنين بيحبوا بعض يجيبوا لبعض هدايا ودباديب وورد أحمر وقلوب حمرا، ويلبسوا أحمر علشان اللون الأحمر رمز الحب. ونصيحتي لكم حبايبي للأزواج اللي بيحتفلوا أو اللي ما بيحتفلوش، عايزة أقول لكم على شوية نصايح للزوج والزوجة عشان يكونوا سعداء في حياتهم الزوجية. ونصيحتي الأولى للزوجات حبايبي، أول حاجة بقولك إن الزوجة الذكية هي اللي ما بتقفش قدام جوزها وهو غضبان، خليه يهدأ وبعد كده كلميه بطريقتك الحلوة. الراجل ما بيحبش الست العنادية، كوني دايما جميلة لزوجك مش للناس، ويا ريت حبيبتي تكوني بشوشة. الراجل ما بيحبش الست النكدية، وكلامك يكون بحكمة وبعقل، وخليه دايما يحبك ويحب أهلك، وعيشي على قد دخله، وكوني لزوجك أمه بحنانك، وكوني ليه حبيبة، وما تقلينيش منه قدام الناس حتى لو كان غلطان، واصبري عليه معلش. وأهم حاجة اجعلي آيات الله تتردد في بيتك. وانت يا حبيبي الزوج، نصيحتي ليك وبقولك إن الاهتمام أهم من الحب. اهتم بيها واسمعها وشاركها بحياتها، وتقسم معاها مسؤوليتها، وكن ليها في حنان أبوها وأمان أخوها ووفاء حبيبها، وكن ليها راجلها اللي يحبها ويخاف عليها ويحميها. انت واخدها من بيت أهلها علشان تكون انت كل أهلها. وسامح يا حبيبي لما يكون في مشكلة اتنازل، التنازل حكمة وعقل مش ضعف. وربنا يكون في بيوتكم جميعا ويسعدكم.